الدراري البارسا ربحت البارح 3 نقاط. ماتش صعيب، درت الريمونتادا. اليوم معانا الدري صاحبي عزيز عليا المراكشي بارساوي ديالنا، جبتو ان شاء الله باش نهضروا في الكره بصفه عامه، الماتشات البارسا، الريال، البريمير ليغ. اش بان لك اخي مراكشي؟ ومرحبا بك، راك عارف هذه داركم، وانا ديما فيما نبغي ندير شي فيديو بغيت نفكرك تجي تحضر معايا ونحلو. وراك عارف غير البعد وصافي، ما كرهناش كون كنا معكم ديما، ولكن المهم فاش تتاح الفرصه راك عارف ديما حاضرين نهضروا على المعشوقه ديالنا البارسا. ما نضيعوهاش، ديما خصنا ضروري نديروا لها شويه من وقتنا، نهضروا مع الناس، نشاركوا معهم شويه الافكار ديالنا كيفاش كنفكروا في البارسا اون جينيرال، وان شاء الله يكون واحد اللقاء زويون نفيدوا به الناس ونعطيوهم شويه من افكارنا ان شاء الله. اش كيبان لك اخي مراكشي البارسا هذا العام؟ واش غتسدي لا ليغا ولا غتلقى شي منافسه من عند الريال الجديده ديال الونسو؟ صراحه هو سؤال فهمتي تيبان بسيط، ولكن الصراحه فهمتي باش نفصلوا في هذا السؤال كاينش لا ما يتقال. سير على الله. اول حاجه البارسا حاليا من بعد السيزون اللي دارته العام اللي فات راه كل شيء تيرشحها بانها هي اللي غتاخذ اللقب باينه، خصوصا ان الاتليتيكو انت شتي البديه اللي بداتها دايور راهي في اول جوج ماتشات كيمشيو لك تقريبا، مشاو ليها تقريبا 5 نقاط صافي. ديجا البارسا هي لحد الان واخد عليها واحد لافونتاج ديال 5 بوين. من ناحيه اخرى الريال عاد بدات مع مدرب جديد، طريقه لعب جديده، بزاف ديال الحوايج هادو كلهم غيعطيو واحد لافونس للبارسا في البدايه، انها كما كيرشحها الكل انها تكون هي المرشح الاول للفرقه. شفنا البارح باش نهضروا على الريال قبل ما نوليو ندوزو للبارسا اللي هي المنافس الاول ديال البارسا من اجل اللقب. شفنا البارح تغيير واحد في التشكيله ديال البارسا خلات الشوط الاولاني كله تخربق. تغيير واحد ان لو فات اننا كنا كنلعبوا ديما كنفرغوا الجهه اليمال كنفرغوا الجهه من جهه يمال انه كيشد كره وتيعطيها للدوزيام بوطو عند رافينيا. شتي حسينا بان اللعب ماشي تا اللي بالنسبه مع ذلك، مع انك دابا كتهضر على الريال بزاف ديال لي شونجمون في الفرقه وشوف شحال ديال الوقت غتاخذ باش يولفوا اللعابه على السيستم دو جو ديال الونسو. فبالتالي من الحوايج اللي تيخليو البارسا مرشح هذا العام اللقب هي ان المنافسين ديالها يقدوا ياخذوا شي شويه ديال الوقت على انهم يبداو ينافسوا عليها. البارح فاش كنا جالسين في القهوه وتنهضروا ان هاد لو فات هاد لي بوين، مثلا الشوط الاول فاش تسجلوا 0، هاد لي بوين اللي خسرتهم البارسا مثلا، لا خسرت دي بوين في هاد الاول ديال هذا راه غتخلص الثمن ديالهم مزيان في البدايه، لان متوقع ان الونسو ان سيميوني يخسروا بزاف ديال النقاط. حتى سيميوني الا جيتي تشوف راه تقريبا راه دار 5 ولا 6 ولا 7 ديال الصفقات عاوتاني العام الثاني على التوالي، كيدير بزاف ديال الصفقات. هاد الصفقات خصهم ديال الوقت باش يولفوا داكشي. دونك هادو المنافسين بجوج الاولين ديال البارسا، والمنافس الاول ديال البارسا كما ديما هو اللي هو الونسو تعطي. من غير هاد الشيء كما قلنا الى بنينا على السيزون اللي فات كيبان لي ان البارسا الصراحه كون باش نقولوا ان البارسا مرشح اللقب كنهضروا على المساله ديال الصفقات. ان البارسا الملفات انها دارت جوج ديال التعزيزات هي مهمين بزاف الحوايج، انها حافظت غير على الشكل ديالها تيخليها انها المرشح الاول. ولكن كون كانوا تعزيزات اكثر كنا ممكن نقولوا ان ديك النسبه ديال اللي كنقولوا دابا ديال 70 75 80% ممكن كتوصل حتى ل 90%. وكنقول ماشي فقط لان البارسا قاصحه، ولكن لان الظروف ديال الفرق اللي كتنافس البارسا حتى هما شي شويه ما زوينينش، ما تعاونوش. تنقول انا اخي مراكشي انا متفق معك. انا كنشوف الرياليين يقول لك وانت حيت انت بارساوي، وهذا انا في واحد الفيديو درت قلت على ان السيناريو اللي فيه دابا البارسا والريال بحال العام اللي فات وكان مقلوب، كان كلشي تيقول ان الريال هي المرشح الاول للقب. بصح ان الريال هي المرشح الاول للقب بويسكو ان العام اللي قبل منه راك عارف دات الخماسيات، دات الشامبيونز ليغ، دات لا ليغا وكلشي وفرقه واجده وداكشي، وزياده على ذلك جابوا مبابي. كلشي كان كيقول ان الريال هي المرشح الاول للقب، والبارسا مع مدرب جديد وما كاينش بزاف ديال الصفقات، فبالتالي بصح كلشي رشح الريال. هادشي اللي هكا انا شفت، هكا انا قلت ان تقلبات الادوار. ولكن قادر نقول لك الواحد واتا الونسو
يقدر يدير داكشي اللي دار فليك. انا ما تنتوقعهاش وما كنشوفهاش وداكشي اللي دار فليك خارج التوقعات وقريب المستحيل الصراحه، بدك اللعابه وبدك الظروف. مع ان الظروف ديال الريال ماديا ماشي بحال ديال البارسا العام اللي فات، وهذا العام انا ما كتقدرش تشري اللعابه وتسجل وديك المسائل كامله. فكنشوف على ان البارسا هي المرشحه، وحاجه وحده اللي تقدر تبرزت البارسا وكانت العام اللي فات هو الدفاع. شنو كيبان لك اخي مراكشي؟ ان مارتينيز مشى، وحاليا كنعرفوا ان الهبيل اللي كيهرب ليه الفرخ وسط الماتش اروخو حاليا هو اللي كيلعب. مع انني كنشوف اخي مراكشي ولا حتى دابا يلاه جوج ماتشات باقا القضيه بعيده، ان فليك مازال كيجرب، مازال تيقلب على ديك ال11 اللي غيضرب بهم العام كامل. اش بالك اخي مراكشي؟ اول حاجه ديك الخرجه ديال مارتينيز صراحه كانت صدمه بالنسبه لينا كاملين. كنا عوالين بويسكو البارسا ما قداش تجيب حتى لعاب، ما تقدرش تجيب ديفونسور. داير هضروا بزاف على بزاف ديال لي ديفونسور، راه كان عندهم هضره مع فليك ان مثلا كل بارسا رجعت لديك القاعده ديال الواحد على واحد، تعطاها واحد المجال للصفقات. ان اول حاجه غديرها كان مثلا الهضره على شلوتربيرك ديال لانهم كانوا يقلبوا على مدافعين تيلعبوا بالرجل اليسرى. كانت الهضره على باستوني ديال الانتر، شلوتربيرك ديال دورتموند. شحال عمره باستوني؟ باستوني ما كبيرش بزاف، كنظن واقيلا واحد 24 25. لا صغير يلا عاد بان هو راه تلونسا، ولا ربما كاع اقل. ما مفكرش اكزاكتومون شحال عنده من عام، ولكن باقي في البدايه هيز فيرست كورتر، واقيلا باقي في البدايه ديال الناشوناليتي ديالو طالياني باستوني اللي لعب ضدنا مع الانتر. تعدى عليه لامين يامال، ولكن راه هو الى حيدت له غير دوك الماتشات قدام لامين يامال راه تقول دابا حاليا راه من احسن المدافعين في العالم صراحه. راه ما تحيدالوش هو وشلوتربير. نجيو لمارتينيز. البارسا اضطرت انها فهمتي في ظل الظروف الحاليه باش تسجل الجور اللي هو خوان غارسيا، باش تسجل راشفور اللي تا هو وعدوه صفقه جاي اصلا ومراهن على انه يتسجل، وبغاو يسبقوها بالعاني عاوتاني باش يدوزوا ميساج لنيكو ويليامز اننا كنا قادين نسجلوك. هادشي علاش زربوا على راشفورد في الاول وبغاو يحيدوا هذا المسألة، وهادشي علاش اضطروا فاش شتيغن رفض انه يوقع عليهم على ذاك التقرير على انه يغيب اكثر من 4 شهور. اضطروا واحد الوقيته انهم فهمتي انو كيما الروايه اللي تقالت. انا راك عارفني الاعلام ديال البارسا وداك الشيء اللي كيقولوه، انا ما عمري تنطيقوا 100%. دابا راه هي هضره كتقال من بعد تقدر تخرج هضره اخرى. الهضره اللي خرجت ان مارتينيز ديجا كان عنده اتفاق معهم انه لا جا شي عرض من السعوديه وزوين انني واخا جددت معاكم تخليوني نمشي. حتى هو هذه الهضره اللي قال باحتراما للاداره وداك الشيء وهذا، ولا ربما يكون اتفاق واخا هي شي شويه. المهم انت مزير وخصك مدافع، ولا ربما راه هو اللي طلب كاع من فليك. كان قال لك انه هو اللي يطلب من فليك انه يخليه يخرج باش فليك ما يوليش يدبز مع الاداره يقول لهم خرجوا لي المدافع. راه هو هضر شخصيا مع فليك قال لهم فهمتي انني غنمشي نهضر معاه ونقول لهم انا الرغبه ديالي انني نخرج. وداير هو واقيلا من بعد ما دوز سيزون زوين واعر خاف راه 34 ولا 35 عام انه يدير شي سيزون عيان في الدفاع ولا شي حاجه ويصدق عاوتاني الجمهور يقلب عليه. قال يعني ناخذ الحاجه الاسلم، درت سيزون زوين خرجت من صبانيه كما تيقولوا راسي مرفوع، نخرج فوالا ندوز عام ولا عامين في السعوديه نضرب الرزق وداك الشيء. نجيو دابا للدفاع بالنسبه للبارسا. اول حاجه خطه فليك لا في البارسا لا في البايرن ما عمرها كانت كتعتمد على الدفاع. هادشي اللي خصو يخرج، هادشي اللي خص كلشي يخرجوا. البارسا باقا غتاخذ بيوتا البارسا باقي غتلقى ماشي غير غتلقى بيوتا، غتلقى كل ماتش بيت وجوج. فليك علاش كيعتمد هذيك ديك الخطه ديال انا لا تماركاو عليا جوج كما البارح انا نماركي 3، لا تماركاو عليا 3 انا نماركي 4. خصك ما خصوش يتمارك عليك كما تماركاو عليك في الماتشات ديال الانتر في الدومي فينال العام اللي فات. 6 ديال البيوت ماشي ساهل، ما خصهاش وصلت لهذا لو نومبر هذا. 7 البيوت 7 فوالا 6 و3 و4 اللي 7 البيوت بزاف انهم تلقاهم في دومي فينال ديال الشامبيونز ليغ راه بزاف. ولكن ان فليك يبدل الخطه ديالو وطريقه اللعب ديالو شفتو انه ما عندوش سي دي ام. راه لحد الان البارسا لربما فاش يرجع بيرنال يقدر يبقى يلعب بديك فهمتي، يبقى يلعب بيرنال وقيله ويحط فوق منه بيدري واللي يطلع شي شويه وبيرنال يبقى يرجع يعاون مع الدفاع مثلا يرجع وسط المدافعين بارفوا هذيك كتعاون. ولكن لحد الان
حتى واحد ما عنده دوك ما عندوش دوك فوالا، ما عندوش دوك القدرات، ما عندوش دوك الكابابيليتيز اللي عند كاستور في البارسا، راه ما كايناش. هادشي اش كيلعب داك محور مزدوج. كنشوفوا بيدري العام اللي فات كان اكثر لعاب في الدوريات الخمس الكبرى اللي كيسترجع الكره، اللي كيدير ريكفري بال، لان ما عندكش سي دي ام، فكضطر ان المدافع ديال اللاعب ديال الوسط ديالك 8 يرجع وياخذ. دونك هذه القضيه ان فليك الدفاع راه ما عندوش. نجيو دابا اراوخو راه هضرنا عليه. اراوخو عامين دابا المشكل في اراوخو انه غير عامين من قبل 2013 كنا كنقول 2023 كنا كنقولوا انه احسن مدافع في العالم. كان واحد الوقيته وصل انه تيتقال اراوخو احسن مدافع في العالم. وشفنا السيزون الثاني مع تشافي في البطوله في الدوري لا ليغا، سيزون بارفي. راه البارسا حتى دات الدوري ضد اسبانيول كانت البارسا تسجل عليها اقل عدد ديال الاهداف في التاريخ ديال الدوري الاسباني، ماشي تاريخ الدوري الاسباني، في التاريخ ديال الدوريات الكبرى. اكثر لو نومبر كان ديك الساعه 15، وتا الماتش ديال الاسبانيول باقي كان اقل. البارسا كان ماركي عليه شي 13 ولا 14 بيت، وقيلا قل كاع من هذا اللون. حتى الاخر فاش البارسا صافي ضمنات الدوري ولات كتدخل لعابه، عاد ديك الساعه بداو تماركو قيلا وصلت في الاخر شي 25 بيت، وستيل راه كتبقى واحد لو نومبر اللي هو قليل الا قارناه بالعام اللي فات والعام اللي قبل منه. اراوخو المشكل ديالو هو مزدوج. الحاجه الاولى هو انه غاب بزاف بسبب الاصابات. هاد الاصابات راه كيخرجوا على المستوى ديال اللعاب. ديما كيمشي لوروغواي كيجي لنا مهرس، ما فهمتش اخويا اش كيديروا له ديك الاوروغواي. ديما كيمشي لوروغواي كيجي مهرس. وثاني حاجه الخطه ديال فليك بدا هو مثلا لما مشى لشي فرقه في الدوري الانجليزي كتلعب اللور مثلا بحال تشيلسي، فهمتي كتبغي تكونسوليدي الديفونس ديالها وتلعب مثلا على لي كونتر اتاك ولا شي حاجه، غيخدم بزاف ديال الفرق غيخدم. ولكن بالنسبه للبارسا والطريقه اللي باغيها فليك بالذات، واش غيخدم ولا ما غيخدمش؟ العام اللي فات شفناه فاش كان كيدخل. العام اللي فات اللي حتى هو كان مصافي تقريبا البارتي الاولى ديال السيزون كلها، فاش يلا دخل ما ولفش على الطريقه ديال اللاعب. الاورجو كان ديما تيهرسو بزاف ديال الحوايج. غنشوفوا هذا السيزون هو تيقول انني راه غنحاول نطور من راسي، وهذا غنشوفوا واش غيعطينا. الا عطانا غا 75% ولا 80% من اللي داروا مارتينيز العام اللي فات، راه ديجا غتكون بامال مع كريستنسن مره يعاون وداك الشيء. وهذا انا حتى كوبارسي صراحه كوبارسي باقي ما وصلش للسن انك تعطيه المسؤوليه ديال ديفونس يشدو. راه انت كتشوف لحد الان كوبارسي راه ما تي في اسبانيول ما تيعطيوش فرصه يدخل اساسي لانه باقي صغير صراحه. ما تجيش دابا تقول كوبارسي الا انت هو القائد ديال الدفاع، لا خص شي واحد اخر يتحمل هذه المسؤوليه، يا هو يا اراوخو يا كريستنسن. هادشي علاش مارتينيز الخرجه ديالو من غير انه كان قائد ديال الدفاع او كيعاون كوبارسي ديال الدفاع ديستابيليزا وغيديستابيليزا. وغنشوفوا واحد الوقت كبير على ما يولي يرجع الدفاع ياخذ داك بعدا شويه الشكل اللي كان عنده او ميم غير كوميم انه يضبط ديك الخطه ديال التسلل كما كان العام اللي فات. واخا هي صعيبه الصراحه ما اراوخو، ولكن نتمناو شي الماتش ديال البارح بات على ان الدفاع باقي ما مستقرش. الدفاع ما مستقرش. وتا العام اللي فات راه بزاف ديال الفرق لقاو خطط كيفاش يضربوا الدفاع. دونك الحل الوحيد شنو هو؟ الحل الوحيد بحال مثلا الفرصه اللي جات البارح للشارك فيران توريس اللي عطاها له بيدري، ان فرص فاش كيتجاوب بحال هذوك خصهم يتماركاو. هذاك هو الحل الوحيد بالنسبه للبارسا، ان الفرص ما حتى العام اللي فات الانتر البارسا كون ماركات كاع الفرص ديالها، ماشي كنقول فرص صافي ماشي غير فرص عاديه، الفرص المحققه ديالهم. ترى كون ضربتي الانتر مشي 9 ولا 10 7 في المجموع ديال الماتشات. دونك فليك كيلعب على هذيك القضيه ان اللي في الافيشنسي، ان ما نقولها بالعربيه، ان اللاعب تكون عنده واحد الفاعليه، فوالا انه قدام الشبكه ما يزقلش. كل ما ضيعتي قدام الشبكه راه البيوت اللور راه غيتماركاو عليك. ما نعرف مع الوقت انه يلقى شي خطه اخرى ولا شي حاجه تحاول تنقص، الا لقى كيفاش ينقص من العدد ديال البيوت، ولكن تبقى الافيشنسي في القدام. هذيك راه غتكون هذيك الساعه حتى فرقه في اوروبا ما تقدر توقف لهذا السيستم بحال هكا، ولكن اي خصها وقت. واحد القضيه كنا هضرنا عليها شحال من مره انا وياك منين جا فليك. شنو كنا تنقولوا خصنا شي مدرب البارسا يكون عنده شويه البروغماتيزم. في الماتش ديال الانتر اللي ديما كنجبدوه وما بغاش يدوز لينا الى يومنا هذا، ان في ديك 10 دقائق الاخرى
ولا 5 منين ضربتي البيت الثالث 3-2 كنا دايزين. كون رجعتي كون رحنا في الفينال كون ردينا الثلاثيه. واش كتشوف ان فليك غادي بعدا على الاقل في الماتشات في شو سميتو الدور الثمانيه والدومي فينال في الشامبيونز ليغ، من تلعب مع فراقي الى غيضربوك ما يرحموكش، انه منين يماركي على الاقل بعدا رجع شويه اللور، ولا راسو قاصح وغيبقى ديما يدخل في الحيط. هو من ناحيه راسو قاصح وكيصر على طريقه اللعب ديالو، هو راسو قاصح وكيصر على طريقه اللعب ديالو، ولكن انا نحاولوا نفكروا ديفيرامون في داكشي اللي طرا. هي بصح بارفو خصك تكون براغماتيك، ولكن شي داك الماتش نيت باش نهضروا على ان الافيشنسي هي المهمه. انا النقطه اللي كنت كنهضر عليها من قبل ما يتماركا البيت ديال الانتر، كره ضغطوا على اللعاب، خداها لامين يامال، ضربه جات بريمير بودو جات في العارضه. راه عاوتاني شي احيانا الكره فاش ما كتبغيكش راه ما كتبغي، راه قبل من البيت ديال الطلعه اللي موراها غيتمارك. وهذيك فاش كتكون عندك فرقه اصلا واقفه بدنيا، راه هذيك هي الوقيته، لان ما تضمنش راه طلع غير الانتر ماركت عندنا جوج كورنيرات، راه طلع غير كور. مثلا انت رجعتي كاع اللور، طلع غير كور، انت ترجع، انت غتشتت كره، غتطلع كورنير تماركي عليك الانتر كورنير. صافي دير انا الطريقه اللي كيفكر فيها فليك، راه بارفو راه تقدر تكون انفع من انك ترجع اللور، سيرتو الا فرقتك العام كامل ما مولفاش ترجع اللور. انا نعطيك واحد المثال، الماتش ديال الاتليتيكو العام اللي فات اللي كنا خاسرين بجوج حتى الدقيقه 70 شنو طرا فاش تماركا البيت ديال لامين يامال؟ رجعت البارسا اللور، لا ضغطات فيران توريس ماركا البيت الرابع. راه داكشي اللي كنخصو يطرا. ولكن احيانا فاش ما كتبغيكش كره شتي اي سيستم دو جو واي حاجه في الحياه عندها الجانب السيء ديالها والجانب. تما كنت ماركات ديك الكره ديال لامين يامال، كلشي كان يطلع في ليك للسما ويقول شوف ما تيرجعش اللور، وكون رجعنا اللور بيسكو حنا ما تنعرف فرق. شوف الباصه في التاريخ ديالها بلا ماسيا بلا اخر، فرقه ما كتعرفش ترجع اللور، فرقه ما شي حتى المدافع. دابا انا كوبارسي راه ما عمرك تعول عليه في الطريقه ديال اللعب يرجع اللور ويكون مدافع بحال مالديني ولا نيستا، راه ما يمكنش تقول له بحال هكا. ولكن مثلا بحال بيكي اللي دوز سنوات مع البارسا وكان كيتعتبر من احسن المدافعين، بيكي كنت تحطو في شي سيستم دو جو اللور وراجع وداك الشيء والضغط ما يخدم لك. شوف بيكي راه كنهضروا عليه، خلينا من بيكي الفتره الاخرانيه، ولكن في السيستم دو جو اللي كتلعب به البارسا راه هذاك هو البارفي بالنسبه لي. انا لعب بحال كوبارسي، لعابه ذكيين كيلعبوا بالدماغ، ماشي اللعابه اللي كيعولوا على القوه البدنيه مثلا بحال اراوخو. هادشي علاش البروفيل ديال اراوخو في الاول تفائلنا به، لانه ما عمر كان عندنا لعاب بحال هكا، لعاب بدني وكيتقاتل ولا كانت الضغط عليك وداك الشيء، وهذا ممكن ياخذ كره وفي الواحد شتي فينيسيوس في الواحد شي ايامات كان يدخلوا كزافي يلعب دو، كان كيخنقوا في مره. ما عمر كان عندنا لعاب، راه شوف راه تابويول براسو راه ما عمرو كان لعاب واعر في ولكن بالنسبه لخطه البارسا وداك الدفاع المتقدم وداك الشيء، وهذا خصك لعاب اللي يكون دماغ يطيح اللعاب الاخر في لورجو يخدم. فبالتالي نرجعوا للهضره اللي قلتي، ان فهمتي ان فليك انه غيتنازل، ما كنظنش انه غيتنازل. وشوف الدليل على هذا هو جوج ماتشات الاولين اللي شفناهم دابا في الموسم، ان غتبقى نفس الخطه. ولكن عندك حاجه واحده، ان اللعابه الا كان عندهم فاعليه وماركا، هو فليك تيحطك قدام الشبكه حتى يحطك، خصك غير تخشيها. البارح شحال من فرص ضاعوا الصراحه، كانوا يسهلوا عليك الماتش قبل ما توصل هذه الحريره. بلا ما نهضروا على لو فات انه البارح كان حاول يبدل شويه، يلقى حلول اخرى باش يريح لامين يامال، حتى ما جاتش عاوتاني تجي سيزون كامل تحط الثقل كله على ان هذا تبنى من جهه لامين يامال. هو باغي راشفورد حتى هو يولي عاون بارفوا باش لامين يامال شويه يرتاح، ما يبقاش ديما يشد كره ويطلع بها، يشد كره يطلع بها. راه ما يمكنش لاعب يدير هذا الشيء 60 ماتش في السيزون، راه ما يمكنش. ولكن خصها شي شويه ديال الوقت باش تولف عليها التيم. كتشوف انا قنعتيني، كنشوف ان فليك ما غاديش ما غيتنازلش لا ما يمكنش. والصراحه انا متفق معك، خصو يبقى في لعبو ويبقى في ستيلو. والماتش ديال الانتر انا شي من مور الماتش وبردتو هذا، والله انا ما لمت فليك، والله ما لمتو. حتى نقول عطيتيه فرقه عيانه، لعابه مضروبين، ولعبتي ضد الانتر الي روتور بلا كوندي وبلا بالدي. راه بنادم راه نسى القضيه هذه، وبلا كوندي وبلا بالدي اللي اهم جوج لعابه في السيستم ديالو بعدا في كون دزنا
والله ما شي واخا هكاك والله اخي ما كنلومو، وكنشوف على ان في ليك مع البارسا واحد الحاجه منين غيسالي واحد الحاجه ما غينساوهاش الناس لمده طويله ويقدروا مع البارسا راه صراحه بارساويين ونعترفوا بهذه القضيه انهم شويه جحودين دغيا. راه ميسي خرج تيبكي بحال عمرو كان. هاد القضيه هذه ما في البارسا تاريخيا ما كيعرفوش يتعاملوا مع البارساويين هاردكور صراحه بالنسبه لهم دغيا تيقلبوا الصفحه دغيا تيطويو الصفحه وتيزيدوا لك الشيء اللي جاي. ما الاساطير ديالهم كتحس التعامل ما تيكونش زوين صراحه. هي هذه البارسا هضرنا عليها، ندوزو الريال. وخاص صراحه الريال باقي خص الوقت باش تقدر تحكم، لان الونسو عاد شد الفرقه. واخا في كاس العالم للانديه انا شفت ان الونسو لعب فرقه فاتيغي، بيلينغهام كان خصو يدير عمليه في الكتف، اللعابه كانوا بانوها كيجروا رجليهم. ديك كاس العالم للانديه كان في ميريكان في ميامي الصهد، فما تحكمش. لعب الماتش الاول مع اوساسونا، الصراحه الاداء كان ما زوينش، ربحتي بيلانتي وبزز. بيلانتي كان فيه الهضره. اليوم عندهم ماتش مع لاعب اليوم مع مدخلين خارجين. فالريال مع الونسو خصها الوقت باش يبان السيستم ديالو هذا. فخي مراكشي شنو كيبان لك في الريال مدريد هذا العام والونسو؟ وشنو كتشوف عندنا شو سميتو الى اللي ربح ولا يدير تسمى انه نجح، مع ان معروف ان المدريد وبيريز الى مشى حتى ما دا حتى شي حاجه غادي يجري عليه. اول حاجه نرجعوا للفتره ديال انشيلوتي. فتره ديال انشيلوتي الريال فهمتي لسنوات كانت ابعد ما يكون على السيستم. انشيلوتي شخص كيقدر حاجه وحده عنده اللي تيبغيها، هو ان اللعابه يكونوا مرتاحين، انه شخص شنقولوا هو ماناجر اكثر ما هو مدرب. تيبغي يخلي اللعابه، تيبغي يشد فرقه كبيره باسماء كبيره. وكانت عنده حتى الفتره الاولى ديالو في ميلان. راه الفرقه اللي كانت عنده ديك الساعه راه كتسمى راه فريق الاحلام. راه فاش كتشوف فرقه فيها بيرلو غاتوزو نيستا ومالديني وديدا والهجوم شيفشينكو كاكا، راه فرقه كان ديك الساعه احسن لعابه في اوروبا مجموعين. فهو من بين المدربين اللي تيعرف يسير فرقه باش يكونوا فيهم لعابه كبار. وباش كيسير فرقه في لعابه كبار انه كيحاول ما امكن يعطي الحريه لهاد اللعابه، فهمتي، بلا ما يركز بزاف على الجانب التكتيكي، كيركز على الجانب ديال الابداع ديال اللاعبين. يصلح الاول ارسنال مور ارتيتا يفجر دوك الطاقات اللي كابحهم ارتيتا. صراحه ارتيتا كيزير، ارتيتا من المدربين كيشبه الغوارديولا، كيقيد اللعابه ديالو اكثر من القياس. انضباط وهذا شويه يخصو شويه ديال الوقت. ما دابا الونسو باش الفرقه ديالو تولي شاده السيستم ديالو وداك الشيء خصها شويه ديال الوقت، خصوصا كما قلتي راه اللعابه ما ارتاحوش بزاف. ديجا نيشان كاس العالم للانديه لعب معهم كاس العالم للانديه، بقات لهم واحد 15 يوم ولا 3 ديال السيمانات قبل ما يبدا الدوري. صافي ديال ان هاد الماتشات الاولين في الدوري بالنسبه لي هو راه بحال عاد تحضير الموسم. صافي راه عاد غيبدا يحضر شي شويه الموسم. ثاني حاجه الطريقه اللي كيلعب بها الونسو تا هو ما يقدرش تقول انه بحال مثلا بيب ولا بحال انريكي ولا شي حاجه عنده واحد السيستم دو جو كيحاول يلعب به. ولا الونسو ديما كان براغماتيك. اللي كان كيتفرج فيه اللي كان تفرج فيه في ليفركوزن، تفرج بزاف ديال الماتشات ليفركوزن، ان التشكيله الخطه فاش ما كتكونش مسلكه يقدر يبدلها وسط الماتش. صافي ما تشوفش ان الونسو دابا راه غيركز على داك اللاعب. هو كيقدر اللاعب الموضوعي، هو اللي عنده الاساس كينطلق منه ان اللاعب خصو يعرف دوك 12 بقعه اللي كاينين في التيران. بقعه شنقولوا كاع بقعه ماشي 12 سبوتس بقعه مالنا كان بيع الديور. المهم انه الونسو تيفضل انه يبني اللعاب في الاول اكاديميكمون، ما يخليش يبقى غير لعاب حر. صافي انه تيخدم غير الابداع ديالو وداكشي. وهذا تيبغي ان اللعاب في الاول بعدا يعرف بزاف ديال الحويجات ويعرف كيفاش يدير يتواصل حتى مع اللعابه. حنا العام اللي فات شنو هو المشكل اللي كان مع اللعابه اللي معاه في التيران؟ المشكله ديال الونسو شنو المشكل ديال انشيلوتي شنو هو اللي خلقوا مشكل؟ فاش جان بابي وما كاينش داك لو كورون دايز ما بين مباراه. شنا العام اللي فات شكون اللي كان كيخرج بارفو على الريال؟ ان لو كورون ما دايش، ما كاينش واحد التفاهم كبير بينه وبين فينيسيوس. بلا ما نهضروا ان الخطه ناقصها سعود،
خص تسعود يكون تسعود شي واحد اللي هو بحال غير داك اللي كان خوسيلو كان فهمتي كان واحد كان كيعطي واحد شنو سميتو واحد السعه تكتيكيه كبيره لانشيلوتي فاش كيدخل فهمتي تيحط ليه رودريغو من هنا وهذا فاش كانوا بحال انا كاع سيدي كان سونطري فهمتي دابا ما عندكش بزاف ديال لي بوسيبيليتي كيتحيدوا لان مبابي ماشي شي لاعب اللي كيبقى في الكاري 18 خصو يخرج وشفنا حتى في هذا الماتش اسمح لي شفنا حتى في هذا الماتش ان بارفوا الريال واخا ضاغطه وجالسه تقريبا في الثلث ديال التيران جالسه في الثلث ديال الملعب ديال اوساسونا كتلقى بارفوا ان حتى واحد ما كاين في الكاري 18 الفرقه راه كلها ضاغطه راه هو ارضا راه مطلعوا للفوق ارضا راه كيلعب 10 لعب 10 الماتش اللي فات بالعكس ديال الهضره اللي كانوا كيقولوا انه غيرجعوا اللور باش يدير له داك اللي كينظم اللعب وداك الشيء وما كانش اصلا ما كانش محتاج شي واحد ينظم له اللعب اوساسونا راجعه كلها اللور لاش انا نجيب واحد يبقى ينقل لي كره من اللور واخا هي ديما مهم ان شي واحد يبقى في الثلث زعما في الثلث الاولاني ديال الفرقه المنافسه يلعب الكره وداك الشيء وهذا ولكن ما كانش محتاجها فبالتالي لعب اردا جولر 10 مره شفناه كيميل لليسار مره شفناه كيميل لليمين باش يحاول يديستابيليزي اوساسون ولكن بارفو كتشوف الريال كامله جالسه في الثلث الثاني صافي دير قبل من الكاري 18 وحتى واحد ما داخل الكاري 18 صافي دير انا كاع لا تزير واحد الوقيته اش كندير كان سونطري هذاك السونطراج واخا يجيب ليه غير كورنير بعدا فهمتي كان ديستابيليزي شويه الفرقه فبالتالي كاين بزاف ديال اللعابه عند الريال ولكن عاوتاني ناقصه بزاف د اللعابه تكتيكيين على ذكر تسعود وخوسيلو اخر مره ضد الشامبيونز ليغ الدومي فينال ضد البايرن شكون اللي كان دخل او بدل الماتش خوسيلو لعاب اللي تقول صافي دير عليه منتهي لعاب 34 عام جابوا 33 عام ما كانش ما لعبش شي فراقي كبار ولا شي حاجه ولكن نفهموا الونسو باي ذا واي الونسو راه كان باغي هاد اللي لعب معاهم في اوساسونا سميتو داك الكرواتي واحد اللاعب كرواتي واحد تسعود كرواتي مشات لي سميتو كيلعب في اوساسونا كان بغاه الونسو في الاول فاش تالق هاد سميتو داك اللاعب غارسيا واقيلا جابوه جديد داك اللي طلع من الكاستيا لاعب اللي طلع من الكاستيا 8 اللي كان كيلعب 8 لعب في كاس العالم الانديه ماركا شي 4 البيوت عاد تراجعوا على هذه الفكره ديال انه يجيب تسعود ندم واقيلا تراجعوا على الفكره لا ماشي هو تيلعب زوين صراحه غيكون شي راول جديد صراحه راه هو اللي يصلح لهم اما الريال محتاجه تسعود ومحتاجه لعاب انه ينظم لها اللعب عاوتاني تا بيريز كيبان لي انه ما نفذش كاع الحوايج اللي ممكن يحاسب عليهم الونسو هذا السيزون ولكن واخا هكاك من بعد موسم صفري العام اللي فات انا كيبان لي ان اقل حاجه ممكن يديرها الونسو انها تبان بوادر انه يبان شويه ديال بوادر التحسن وانها ما تكونش بقات ديك العشوائيه لان الرياليين حاليا شابعين القاب هما بغاو يشوفوا غير فرقه كتلعب كره زوينه صراحه ومن حقهم بغاو يشوفوا فرقه بحالنا حنايا تشافي راه كان داك العام الدوري والاخر وما عجبنا ما حملناش راسنا بارسا كان خصها ترجع للالقاب ولكن داك اللعب اللي كان كيلعبوا هذا ما عجبناش ما صراحه الرياليين دابا حاليا كرياليين عطيهم غير موسم نقي بكره زويونه وعطيهم بوادر ديال التحسن للفرقه ديالهم غيكونوا راضيين 100% مع بيريز ديري شي لقب محلي سواء كاس الملك كما العام ما بين الشامبيونز ليغ الاولى والثالثه صافي 14 و15 الاخرانيين ديال الريال كانت الريال دات غير كاس الملك ومع ذلك اعتبروه سيزون جابوا بيلينغهام وراه داو الشامبيونز ليغ انا كيبان لي حاليا باش ينجح الونسو انه خصو يبانوا واحد بوادر ديال التغيير خصو يبانوا ان الريال ما بقاش الريال ديال انشيلوتي صافي ما كايناش ديك العشوائيه وما يضعهم وما يرجعهمش للسيستم دو جو اللي شفنا هذا داك السيستم دو جو الممل في اللعب انا جاني الملل صراحه وانا كنتفرج تفكرت غوارديولا تفكرت الماتشات شي ماتشات السيتي كنت كنتهرب منهم ديال غوارديولا فاش كره كتبقى عاد الدور على الخاويه انا راه ضاغط وشاد الكره ولكن اسمح لي هذاك الستيل دو جو لا هذا هو ديال كزافيني صافي دير انا غنبقى ندور كره وداك الشيء والفعاليه على الكور وداك الشيء وهذا ما كايناش نهائيا فبالتالي انا هذا بالنسبه لي كيتعتبر نجاح وفي الشامبيونز ليغ عاوتاني الريال عاوتاني فرقه راه عندها سميتها في الشامبيونز ليغ فبالتالي راه ما حتى واحد ما غيب غير الريال مثلا تقسم دور 16 ولا تقسم دور ربما حتى الربع النهائي شي شويه راه الا ما كانتش ضد شي فرقه باينه في السيزون مثلا غنتلاقى مع باريس سان جيرمان بحال ديال العام اللي فات فرقه باينه ولا مثلا البايرن دارت واحد السيزون زويونه وخرجتني فهمتي هذيك ديال الساعه ممكن الا كان اللعب زوين والريال باقا كتنافس في لا ليغا ممكن الجمهور ديال الريال يبلعوها وممكن عاوتاني اما الا كان شي موسم كارثي
لا قدر الله ولا قدر الله قدر الله انا باغينا نتهناو. لا 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 انا فهمتي دابا كنهضر وسط الطوفان ديالو. كنهضروا دابا بسميه الرياليين بالنسبه لهم هما صراحه ما كنظنش سميتو لان الجمهور كلشي غينوض لبيريز وبيريز ما غيبغيش فهمتي ما غيبغيش الضغط وباش يحول داك الضغط عاوتاني غتبان له في الونسو. هذا هو لو ريسك الوحيد اللي كاين. ولكن الا بانوا بوادر ديال اللعب زويونين والرياليين عاوتاني فهمتي لان الرياليين كانوا انا كنعرف رياليين الهارد كور ديال بصح راه في السيزونات اللي دات فيهم تشامبيونز ليغ مش كيعجبهم الحال فريمون ما نكذبش عليك. الكويري ديال بصح اللي عارف كوره تيقول لك شي راه ما مسلكش صافي راه ماشي انا راه ما تنبنيوش هي كنديو تشامبيونز ليغ اون فان دو كونت كلشي غيفرح على دات تشامبيونز ليغ واخا يكون عاصره تشيلسي في 2012 مكرناش كل شي واحد يدي تشامبيونز ليغ بحال ديك تشيلسي ديال 2012. ولكن واخا هكاك عاوتاني ما كيبغي يشوف كره نقيقيه كيبغي يشوف ان الفرقه كتطور فرقه كبيره فهمتي حتى ستيل دو جو راه كيجذب المشجعين. متفق معك اخي مراكشي ولكن كنشوف على ان دابا واحد القضيه شنو هو موسم تقدر تقول كارثي ديال الريال هذا العام. ما دي حتى شي حاجه واللعب زوين ما دي حتى شي حاجه واللعب زوين على حسب كنقول لك على حسب فين وصلتي في الشامبيونز ليغ ولكن الحد اللي وصلتي ليه في الشامبيونز ليغ كيفاش خرجتي من الشامبيونز ليغ. الشامبيونز ليغ مهمه كيفاش وصلتي كيفاش الدوري كيفاش درتيه ماشي خسرتي الدوري مثلا بارسا مثلا عطات لاطاك خسرتي الدوري مثلا شي خمسه ولا سته الجولات ولا سبعه قبل فهمتي حتى شوف راه بارفو حنا البارسا والريال راه غداك الضغط اللي كديروا على الفرقه الاخرى باش تخسر عليها السيزون ديال بحال الريال العام اللي فات خسرت السيزون على الريال على البارسا ديك لو فات ان واحد الوقيته واخا خسرت الالقاب كلهم بقى الضغط على البارسا ضيعت عليها الماتش ديال الشامبيونز ليغ وتصور البارسا كانت مرتاحه وكانت ريحات مثلا كوندي ولا بالدي من قبل داكشي وهذا ودخلوا هذا راه كان السيزون وكل ما كان السيزون ديال الريال البارسا زوين كل ما كينعكس على السيزون ديال البارسا وكل ما كان السيزون ديال الريال زوين عاوتاني والسيزون ديال برشلونه كينعكس على الريال. فبالتالي حتى الخصم ديال مثلا انا نقول لك مثلا كاين واحد الاطروحه اخرى ان مثلا البارسا دات مثلا ثلاثيه شامبيونز ليغ والاخر والونسو ديك الساعه حتى لو فات انه يلعب لعب زوين يقدر ما يشفعلوش مع الجمهور ديال الريال لان هذيك الساعه كيكون الضغط باش راه شوف رانا يا نقولوا لا راه هذه الفرقه ما كتسوقش للفرقه الاخرى لا البارسا والريال بالذات ما كتحركش شي وحده فيهم بلا ما تشوف الاخرى شنو كدير. مثلا انا نعطيك شتي هذا العام بيريز ما كانش يصرف الدرهم ولولا السيزون اللي دارته البارسا العام اللي فات كاين يجيب لهم شي جوج لعابه وداك الشيء وهذا قال ربما يكمل حتى بانشيلوتي شي كون كان مثلا غا معادلين ودا غير داك كاس الملك وكون كان الاداء شي شويه وقراب ومثلا كانت باقا البارسا ديال تشافي واللعب قريب ما كان يبدل حتى حاجه وشي سيزونات البارسا عاوتاني دارت ميركاتو واعر فقط لان الريال طالع. باش نقول لك ان راه ديما كاين داك التاثير ما بينهم انني حتى كنت ميت خص حتى الاخرين يكونوا ميتين معايا حتى البارسا تكون ميته معايا. فبالتالي هذا عاوتاني شكل اخر ممكن يضغط مثلا على بيريز في الاخر ديال العام انه يقول الونسو الله يعاون ويقلب عاوتاني على شي حاجه جديده. قال واخا الصراحه الا جيت تشوف دابا في السوق ما كاينينش بزاف مع دابا بغى يجي له كلوب في الاخر ديال السيزون. صعيب الشيء السيزون ديال الريال هذا العام والله غيكون سيزون صعيب على الونسو. راه انا هذا غير انا هذه غير الشوفه ديالي انا كنشوف بحال الماتش اللي فات ديال الونسو كنشوف انا مع دماغي انا نقدر نكون تنخربق تنشوف الونسو تيقول شديني لا الخرانه ندخل هذا الريال هذه كاع من واحد الناحيه حيت الا غادي تخرج منه وتشوف تقول انا دابا ضد البارسا اللي انت على الماتش ديال البارح كتخسر ب2-0 دخل في 4 ساعه تك على جاب 3 نقاط بالزربه. الريال ما عندهاش هذه القضيه حاليا. الريال هذه القضيه ما تقدرش ديرها على الماتش اللي فات هذا اللي فات ديال اوساسونا في تيرانك ربحتي بالزز وبيلانتي جوج لعابه اللي كانوا زوينين في ديك الماتش مبابي وهويتسن هذا المدافع الجديد. الدفاع ديال الريال اخي مراكشي اش بان لك مع هذا المدافع الجديد وشنو سميتو وشنو سميتو الاخر وسيستم دي جو وهذا اللي جابوه من ليفربول واش الدفاع غيكون غيهز الونسو حيت مع انشيلوطي كانت هي نقطه الضعف ديال كان ديما كيتماركاو البيوت وكان ديما كورتوا هو النجم ديال الفرقه. اش بالك في هذه القضيه اخي مراكشي؟
قلتي راه حتى في الاعوام اللي بدات فيهم الريال تشامبيونز ليغ راه ديما النجم الاول ديال الفرقه راه كان كيكون هو كورتوا صافي دير ديما الكور اللي تيهز حتى دوك الاخطاء ديال الدفاع تيغطي عليهم. راه حتى في الطوب ديال روديغر راه تشامبيونز ليغ الاولانيه كان روديغر جا تشامبيونز ليغ الاولانيه ديال بيلينغهام. لا ماشي ديال العام الاول ديال بيلينغهام، العام الاول ديال بيلينغهام. الشامبيونز ليغ اللي قبل منها ديال هذا كان روديغر في الريال ولا ما كانش؟ كان واقيلا. كان دابا روديغر دا جوج ديال الشامبيونز ليغ مع الاخر. بدا مع تشيلسي لا مع تشيلسي ودا مع الريال جوج واقيلا، ولكن الابا واقيلا داك العام، العام اللي تلاقاو في الفينال مع ليفربول دار 1-0 اللي كره بدا كيشير بماني كيشير من هنا وصالح من هنا. كان ولا ما كانش؟ والله ما لا واقيلا كان ميليطاو الابا واقيلا داك العام. المهم بامبورت ميليطاو ولا الابا وداك الشيء كتبان ان الريال صراحه الريال ديفونسيفمون صراحه فرقه كتبقى متوسطه. العام اللي فات كانت ناقصه. هيسن عاوتاني راه هو من المدافعين بحال نقدر نقولوا نفس الهضره اللي كنقول على كوبارسي. نفس الهضره، غير هو عنده اكسبيريونس اكثر. دار مدافع عنده 21 22 عام، لعب في اليوفي صافي ديك شاف دوك ستيل دو جو ديال الطلاينه راه هما اسياد الطاليان راه هما اسياد الدفاع. فاش كتمشي الطاليان راه كتكون ديفونسيفمون فاش كتدرب في اليوفي ولا كتلعب من غير ميلان ديما كانت فرقه شويه مختلفه على الاخر. فاش كتكون في اليوفي ولا فاش كتكون في الانتر ولا في هذوك فراقي كلهم فراقي اللي صافي ديك كيعطيو دي انستركسيون بالنسبه للمدافع كيفاش يكون مدافع. لو فات انك مشيتي للدوري الانجليزي ودرتي عاوتاني موسم زوين مع بورنموث هما اللي عطاوك الاخر. سورتو الموسم اللي فات كان موسم واعر. مع اسبانيا شفناه مدافع زويون صراحه. انا ما لا مدافع واعر صراحه، ما كنت فرصه زعما كان هوته بالثمن اللي خداتو الريال وداك الشيء وهذا هوته. ولكن فين غيبان هويسن في الماتشات اللي غيكونوا؟ ما غيبانش في الماتش مثلا في ماتشات بحال اوساسونا غيبان هويسن الدور ديالو في بناء اللعب، كينظم اللعب وكيبني اللعبه واعر. تماك غيبان هويسن المدافع في الماتشات الكبار. تماك فين غتشوف هويسن المدافع كيفاش مداير. هو زوين، ولكن راه ماشي عاوتاني من ديك الطينه اللي قلنا ديال بحال كوبارسي. راه ماشي، راه شفنا مع اسبانيا كيتماركاو عليها بيوتا صافي. هو راه ماشي من ديك فاش كيكون الضغط على الفرقه وداك الشيء وهذا راه ما تقولش هو اللي غيرد ديال اللعب بوحدو وداك الشيء. ديك الساعه خص يرجع عاوتاني. عندك روديغر فهمتي، روديغر ديال والعام اللي فات وداك الشيء كيفاش كان روديغر عاوتاني هذا. اما بوحدو هو يتعول فيه ديفونسيفمون انه يطلع بالفرقه مثلا يطلع داك النيفو اللي كانت فيه الفرقه ديفونسيفمون. هذه ما تنظنش صراحه، كتجيني شي شويه. متفق معك. هو خصو اللحي يكون معاه في الطوب باش يكملوا. ما هو كديفونسور يبني اللعب بصراحه ما نقدرش نقول عليها. لربما بالاكسبيريونس ديالو هذا لربما فايت حتى كوبارسي حاليا. انا كيبان لي احسن من كوبارسي حاليا. كوبارسي باقي خصو شويه ديال الوقت، 18 عام عادي. اما بالنسبه باش نشوفوه في الديفونس هذا نشوفوا في الماتشات، لان الريال ديجا غيكون عنده واحد جوج ماتشات مع الفرق ديال البريمير ليغ، غيكون عنده شي جوج ماتشات اخرين لا ربما صعاب في الشامبيونز ليغ. تماك فين غيكون داير الكلاسيكو ولا ما بلا ما نهضروا على الاتليتيكو كاع ما كتهجم هذيك ماشي فرقه فهمتي. تماك غير حتى تماك غنشوفوا الدور ديالو كلاعب كيبني اللعب وداك الشيء. غيبان في الشامبيونز ليغ، غيبان في الماتشات ديال الدور الاول في الشامبيونز ليغ مع الفريقين واعر. لا انا عاوتاني هذه قنعتيني فيها. هاد هويدسون في رجليه وهو يجي مع البارسا احسن من اللي يجي مع الريال. بيسير صراحه كان البارسا عندها كانت تدخل في هذه الصفقه ما كانش خصها تخليها. ولكن كما قلتي الا قلبتيها العكس هو ما غيخدمش. غيبان اللعيب ديالو اللي بغيتي تقول. هو لعاب ديال فرقه كتلعب كره جميله اللي بغيتي تقول، مدافع نقيط طويل زعر هذه، ولكن وعير. والميليو ديال الريال ما جابتش. مشى كروس ومودريتش اللي تيبكيو عليهم الناس من شحال هذه. كنشوف ان البروفيلات ديال الميليو ديال الريال كيتشابهوا. كامافينغا مع شواميني مع فالفيردي مع شكون عاوتاني مع اردا غولير. ما كاينش بوكس تو بوكس بحال كروس بحال مودريتش. وحاليا الريال ما غاديش تدخل في الميركاتو، راه ما غادي تجيب حتى شي واحد. غالبا سهله الا في حاله واحده. الا شي فرقه خدات رودريغو مثلا قبل 5 ايام، ديك الساعه رودريغو جاب لها واحد 90 ولا 100 مليون يورو من هذا، وهذه رقم احتماليه. ديك الساعه تقدر الريال خصها تحرك ديك الوقيته صراحه. الا عندك 90 مليون يورو
شوف شي لعاب ينظم لك اللعب. الشيء دابا هاد القضيه اللي قلتي دابا نقولوا مثلا ميركاتو تسد الريال كما هي. ها كيفاش كنشوف انايا. اصلا ما عندكش تسعود ياك، عندك رودريغو بغيتي تجري عليه وما كتلعبوش مقلصو ياك الصداع. عندك فينيسيوس ماشي هو هذاك، ما داش البالون دور هادي وداتا ماشي هو هذاك. هو وشو سميتو ومبابي ما كاينش واحد الانسجام، وبين ان مبابي هو النجم معطيها ليه العشرة وبيريز حطه هو الاول. فكيشوف فينيسيوس راسو راه بنادم في الاخر كيشوف راسو على انني درت معاكم داكشي اللي درت، ديت جوج شامبيونز ليغ، كنت كنستحق دي بالون دور. فجا مبابي خد النجوميه ونقولوا واخا هو كيستحق، هو لعب كبير وهذا. فمشكل واحد اخر عنده في الهجوم، الوسط ما كاينش الليدر اللي ينظم ليه اللعب، والدفاع باقي كيتقاد. فالريال والله كنشوف ماشي بارسا ماشي الونسو عنده بزاف ديال المشاكل باش يحل شي الماتشات الصغار في لا ليغا في البرنابيو غيربح وغيتعادل شي ماتشات وغيخسر. صراحه انا كون كنشوف شي ماتش ما كتوقعوش، شي اوساسونا شي من ليفانتي تجي عندك الماتش هذا راه كان بلا كل ما كانش بيلانتي صراحه راه كان غادي للتعادل. فخي مراكشي الهجوم والوسط اش كيبان لك؟ واش غيسلك ولا غيدخل في الحيط؟ شتي الماتش ديال اوساسونا غيبان لك شنو هي الفكره ديال الونسو في ظل كما قلتي في ظل هاد ال11 دو ديبار اللي عنده، في ظل هاد اللعابه اللي متوفرين له لحد الان الا ما كاينش شي تغيير في الاخر ديال الميركاتو. الونسو شنو حاول يدير؟ في نظرك شكون هو الاكثر لاعب قاس كره في الاخر؟ ديما اللاعب اللي الا جيت تقلب بالنسبه للبارسا ديما غتلقى اكثر لاعب قاس كره هو بيدري. علاش؟ لان اللاعب اللي كيوزع كره وداك الشيء هذا اللي كيبني اللعب هو اللي كيقيس كره. شكون هو اكثر لاعب قاس كره في الاخر؟ قل كاع منه، لانه هويتسون واخا يقدر مدافع ما عمرو يقدر يديباسي واحد القدر ديال، ما عمرو يقدر يفوت بزاف يبعد بزاف على التيران ديالو. كاريراس عرفتي داك الطروال داك هذا اللي جابوه من الاخر راه هو اكثر لاعب قاس كره. وهنا الفكره كتجي ديال الونسو اللي يعوض انه ما غيبنيش اللعب على ما غيبنيش اللعب من الوسط، غيحاول ما امكن انه يبني اللعب واللي يبنيو له اللعب واللي يقيسوا له كره. اولا كاريراس الماتش اللي فات شفتو ميل بزاف على كاريراس، عاوتاني عنده واحد اللاعب اللي اصلا ديفونسيف مورا ناقص والحاجه الوحيده اللي هو فور فيها بزاف راه هو في البني ديال اللعب وفي اللعب الهجومي اللي هو الكسندر ارنولد. انه الحل الوحيد بالنسبه له في ظل هذه الحاله هو انه مثلا باش يلعب مثلا يرجع للخطه ديالو القديمه، يلعب ثلاثه ديال لي ديفونسور مثلا فاش يكون شواميني واجد وعنده الاخر، وان دوك الجناب هما اللي يبنيو له اللعب، انه يبقى يدخل لنا اصلا كما قلتي ديفونسيف ما متعولش عليه الاخر. وان شكون اللي يبقاو يبنيو له اللعب هما اللعابه ديال الاجنبي. الاخر ديجا كيلعب هذا الاسلوب ديال الظاهر سميتو لاريير ارنولد كيلعب، وكاريراس عاوتاني فكره فهمتي ماشي ذا موست بيرفكت ايديا، ماشي فكره بارفيت، ولكن هي اللي ممكن تعوضوا على ولكن البروفايلات ديال اللعابه اللي عنده في الوسط ماشي لعابه اللي يبنيو اللعب بصراحه، ماشي لعابه اللي يبنيو اللعب نهائيا. وثاني حاجه قلت لك في ظل انه ما كاينش مهاجم قارن وما كاينش عاوتاني لعاب اللي كيدور اللعب وداك الشيء، وهذا ثاني هنا كيبان لك ان الونسو كما قلتي عنده بزاف ديال المشاكل كيفاش يقدر يتجاوزهم. راه غتكون صعيبه ديغون لا زعما الا جا في الاخر السيزون وحسن غير شي شويه من الفرقه فهمتي وما داروا له تعاقد وداك الشيء، راه من حق الونسو فهمتي ما كاين حتى واحد صراحه يقدر يلوم الونسو الصراحه في هذا الشيء. جابوا له لعابه الريال خسرت الفلوس 150 لان الريال عاوتاني خسرت الفلوس. علاش عاوتاني؟ راه بنادم ما خصوش يدور في الونسو، يدور في بيريز، لان بيريز ديما كان غادي ديك القضيه ديال اش كيحط سبارادرا فهمتي ديما خدام سبارادرا. مادام حنا كنربحوا صافي راه الريال راه واحد 3 سنين و4 سنين راه ما كان فيها حتى تحسين. راه اول عام اخر سيزون الريال جابت فيه بزاف ديال اللعابه، واخا هما دوك اللعابه راه نصهم ما صدقوش. والعام اللي جابت فيه هازارد كانت خسرات بزاف ديال الفلوس ودعمات بزاف ديال الغرام. من ذاك العام والريال خدامه قاضيه عاب اللعابه القدام ديالها كروس ومودريتش وداك الشيء، اون ميم طون ما كتعوض ما كتصيفط حتى اللعاب وكتعوضوا. ضيغ العام اللي فات فاش تصيفط كروس كان خصو يتعوض. زوبيماندي كان صاحبي ولكن انشيلوتي ما كانش كيهضر. هذا هو المشكل الاكبر. انا بالنسبه لي المشكل الاكبر انشيلوتي ماشي هو الضعف ديالو التكتيكيا ولا العشوائيه اللي كان كيلعب بها بارفو، هو الفت انه ما كانش كيهضر مع الاداره
نهائيه. الاداره فاقت ان فريمون خصني نعزز في الاماكن، ولكن لو فات انك واخا صرفتي 167 مليون يورو ما كافياش، خصك دير ميركاتو بحالاش، خصك دير ميركاتو بحال ديال ليفربول. ولكن ليفربول ولاد الحرام باش خطر هما انهم تيعرفوا يبيعوا تيعرفوا يشريوا هم. انت كان خصك تخسر واحد 300 مليون يورو باش تقول وعند صراحه نورمالمون الريال نورمالمون بهذا الكيمول ديال هاد السنوات اللي كدير فيها الالقاب وهي اللي كتباني خصو يكون عنده واحد 300 مليون يورو يحطها في سيزون وحده، وسيزون وحده وداك السيزون غيكون غير سيزون دو باز السيزون الجايه. ولكن بيريز الطريقه ديالو ديال التسيير هي هذه، ما فهمتي، كيحط الفلوس كيحط الفلوس، ولكن ديما تيعرف كيفاش يدير يسير. خويا مراكشي كلام جميل. انا راه هادشي علاش كنجيب انا مراكشي، راه السيد راه كيفهم في كره، راه انا راه كنعربز، انا راه الضحك وتنقاز. دابا هضرنا على الميركاتو ديال الريال و خسرات فلوس الريال هاد الصيف هذا خسرات، وكما قلتي بيريز ما كان كيربح شامبيونز ليغ مع هذا، وكان كيشوف راسو على انه سير دفع سلك. ندوزو حاجه اخرى، الميركاتو باقي محلول، باقي ما سدش. البارسا تقدر تشري، ما عندك ما تعرف، تقدر تجيب لعابه وكذا. واش كيبان لك في الميركاتو باقي ما تسد، خاصه ديال السباليون مع الحاج تيباس؟ واش البارسا باقا تزيد شي لعابه؟ واش الريال تقدر تبيع وتجيب شي حاجه حتى الاخر؟ اشنو كيبان لك اخي مراكش؟ قال لك دابا باش تكون بارساوي خصو يكون عندك او موان يا ليسونس يا ماستر في ليكونومي، لان لا ما عندكش ليسونس ولا ماستر في ليكونومي ما تشجعش البارسا نهائيا. وي يا خويا الحسابات وهذا والواحد ولا بعتي هذا شحال تدخل، راه حريره ما كاينش شي نادي في العالم دخل ليها المشجعين الا البارسا. والصراحه باش تهضر على الميركاتو ديال البارسا الصراحه خصك تشوف الوضعيه الاقتصاديه ديال البارسا اول حاجه، وفين وصلت الوضعيه الاقتصاديه ديال البارسا. دونك اول حاجه بعدا ان كل عام كتنوض ديك الحريره ديال الواحد والبارسا ما رجعت الواحد والبارسا لحد الان. دابا البارسا حاليا راه في القاعده ديال 2-1. دابا نشرحوا بعجاله شنو هي القضيه ديال 1-1 2-1 4-1 1-1 ولا القاعده مثلا ديال 1-1 شنو هي؟ ديال انك مثلا الا دخلت لك 30 مليون يورو ديال الارباح، هذيك 30 مليون يورو عندك الحق تخرجها كامله تشري بها. دابا البارسا ما عندهاش هذا الحق. من قبل صافي دير في الاعوام اللي فاتوا من مور دوك الرافعات كانت البارسا في القاعده ديال 4-1. شنو هي 4-1؟ صافي دير انا البارسا لا دخل ليها مثلا 10 مليون يورو خصها تصرف منها غير 2.5 مليون يورو شري كرسي. لا صافي الارباح يدخلوا لك مهما دخلوا لك كتشري بواحد لابارتي من دوك الارباح اللي دخلوا لك نتايا. وهذا هو اللي مزير حاليا الاداره. المداخيل راه كاينه، ولكن المشكل ان البارسا ماشي تكريدي، ان بالنسبه لا ليغا وداك دوك التراكمات ديال المواسم، عرفتي داك المؤشر اللي كيكون في البورصه اخضر واحمر. البارسا 6 سنين ولا 7 سنين لان ما كانوش لا نجاحات اداريه وكانوا اخفاقات اقتصاديه، كل عام كان عندها داك الاحمر. القواعد الماليه اللعب المالي النظيف في لا ليغا كيفاش مدايرين؟ انك خصك بعد داك الاحمر اللي عندك في السنوات الاخرين تسد داك العجز اللي كان كل عام كنا كنسلكوا كانك عندك عجز من 2019، تسد داك العجز اللي عندك في الاعوام اللي فاتوا وعاد نهضروا في هذا الشيء اللي جاي من بعد. صافي دير انت ما كتسدش غير العجز ديال هذا العام، كتسد العجز ديال اعوام فاتوا من قبل. فبالتالي واخا المؤشر خضر مثلا بالنسبه الى جيتي مثلا درع مثلا عيب موسم 2024 2025 درتي نجاحات اوروبيه، درتي القاب، بعتي تونيات، لعابه جداد وداك الشيء وهذا تبع، ولكن المؤشر عندك خضر بالنسبه لهذا السيزون. راه حققتي البارسا راه حققت الارباح هذا العام وقيلا شي 950 مليون يورو، شي 100 مليون يورو اكثر من داك الشيء اللي كانت متوقعه الاداره، ماشي اللي كانت متفائله به الاداره. ولكن واخا هكاك المؤشر باقي عندك حمر من السنوات اللي فاتوا اللي كنتي كدير فيهم دي سيزون. راه شي تشامبيونز ليغ بارسا كنت تخرج من الدور الاول، الاتحاد الاوروبي ما كتقدرش تكمل فيه، داك اليوروبا ليغ ما كتقدرش تكمل فيه، فبالتالي كان المؤشر ديما عندنا. فبالتالي بارسا باقي عندها وزياده على ذلك الكريدي. البارسا راه اكثر فرقه في العالم عندها كريدي، راه 2.5 مليار يورو، مليار اللي عليها اصلا، ومليار ونص ديال سبوتيفاي كامبنو. صافي دير عندها عليها كريديات. هي اللي نافعه حاليا باقا موقفها ان ديال سبوتيفاي كامبنو مخرجه على الدين العام ديال البارسا، ديك شي مليار وفاصله 5 مكلفه به، بحال مثلا مكلفه به دوك الشركه الجولدن واحد الشركه امريكانيه، واحد المجموعه ديال البنوك امريكانيه اللي مكلفه به. صافي دير مخرجه على الدين العام اللي عندها في الاصل. صافي دير هذاك غي
كيتصرف خارجيا، صافي خارج داير العام اللي كيتحسب في الميزانيه كل عام، هو اللي مخليها شي شويه مقعده الراس. ودابا راه عندها وقيله بارسا دابا راه في القاعده ديال 2-1، صافي تصرف 50% من داك الدخل ديالها. في ظل الوضع الحالي بحال هكا البارسا فهمتي كتحاول ما امكن انها فهمتي ترى بسبب هذا الشيء ضغط عليها. انا باش خرجت اينيغو مارتينيز، خرجت لعابه اللي نورمالمون ما خصكش لو فيت انها فاش كتبغي تبيع البارسا كتبغي غير تهنى من اللعاب، صافي دير انها غير تصيفطو غير الصالير ديالها غير الصالير ديالو يحيي. والفريق كيعرفوا هذا البلان ان البارسا لا حيدات غير الصالير ديال اللعاب، فبالتالي كينقص عليها بزاف ديال الحوايج في ديك الموازنه، في الموازنه الماليه اللي كتدفعها لا ليغا. دابا لا ليغا هذا العام المشكل اللي طاري واللي باقي ما مفهومش هو ان علاش لا ليغا حتى لهاد الوقيته هذه، انا دابا كنهضروا حنا لو 24 ياك لو 24 اوت باقي تل 31 31 صافي راه بقات سيمانه باقا ما علناتش شكون هما الفراقي اللي رجعوا الواحد واللي واش هو اتفاق مع الاداره انها واش هو اتفاق ماشي غير مع الاداره ديال، لان هاد المشاكل راه كاينين في الفراقي ديال لا ليغا كاملين. واش اتفاق مع كاع الادارات باش ما يزيروهمش ولا ما يفرشوهمش قدام الجمهور؟ انا لحد الان باقي ما عرفتش. الا رجعت البارسا ل1-1 حاليا هادشي اش كتقول لك هي راه سجلات خوان غارسيا سجلاته بضمان ديال شتيغن لانه ما يلعب 4 شهور، وبالنسبه لراشفورد سجلاته بضمان مالي تخلص 7 مليون يورو ولا 8 مليون يورو، سجلاته بضمان مالي فلوس تحطات كما كان درت مع كوندي في العام ديال 2023 حتى كوندي راه كان سجل بضمان مالي. قال لك علاش سجلته بضمان مالي؟ قال لك فاش لان الاداره كتقول لك شي متاكده اننا نرجعوا ل1-1 فهمتي بهذا الشيء سيرتو لا فاليداو لهم. دابا شنو هي الحاجه الوحيده اللي غترجع البارسا ل1-1؟ ان البارسا دافعه لدوك المقاعد الفي اي بي، دافعه لو فات اننا بعنا فهمتي الاستفاده ديالهم لواحد الشركه معينه وغتعطينا 100 مليون يورو. الا تفاليدات ديك ال 100 مليون يورو البارسا اوتوماتيكمون غترجع ل1-1. فاش ترجع ل1-1 غتعطيها واحد النسبه ديال 50 ولا 60 مليون يورو من الارباح ديالها ممكن تجيب بهم تعاقدات. وهذا الشيء علاش قالت لك راشفورد ما بغاتش تدخلوا في ديك القاعده، حيت الا مشات دخلاته في الا سجلاته بلا ضمان اوتوماتيكمون ديك ال 50 ولا 60 مليون يورو المهم شي حسابات معقده تماك غترجع لواحد 30 ولا 25 مليون يورو. هما باغيين ديك ال 50 ولا 60 مليون يورو يا يستافدوا بها هذا الميركاتو يا يستافدوا بها الميركاتو الشتوي الشتوي فوالا يا يستافدوا بها لان فاش كتعلن القاعده ديال 1-1 كدوز لك عام كامل فهمتي صافي ديال تاع الميركاتو الشتوي ما كيتحسبش على العام الجاي كيتحسب على العام اللي قبل منه. هادشي علاش كان ديما داك المشكل ديال اولمو العام اللي فات الشعب فكيناه. فبالتالي حاليا البارسا متوقف الى تعلن اليوم ان البارسا رجعت ل1-1 من غدا البارسا ممكن تجيب 1 2 ولا 3 لعابه 50 مليون يورو 60 مليون الا تعلنات ما تعلنش. وهذا اللي غالب على الامر انه ما غيتعلنش وغيبقى الحال على ما هو عليه. البارسا يقدر يكون عندها ازمه انها تسجل حتى لعابه بحال سميتو مسكين ذكروني بارداغجي اللي جابوه اللي نورمالمون مره خصو يدخل يريح لامين يامال ما يقدر كاع ما تكون عنده روميرو غيتسجل وعاوتاني هاد الازمه ديال التصريف ديال اللعابه عاوتاني شيكون مثلا جري روميو راه قال لك غيوصلوا انه يفسخ معاهم التعاقد. عندك عاوتاني بي ما عندك 4 ديال الحراس اصاحبي. واش دابا انت واش انت فرقه دابا انت ماديا مره مكحرط الدعوه عندك مكحرطه وباغي دير الله اخر. المهم في حاله ديال البارسا رجعت فاليدات داك ال1-1 انا كيبان لي الحل الوحيد هو انهم يشوفوا شي دو من الدوري الاسباني وكاينين ديجا كاينين اسماء بزاف وان كوندي يرجع انه يرجع يلعب في الدفاع. الانتر ديك تنقول لي انا دونتيفريس اللي محمد دامفريس كان عنده واحد كانوا كيهضروا على انه عنده واحد الشرط جزائي ولكن تسالى في البدايه ديال شهر 8 انه 25 مليون ولا انا ما نظنش الانتر ما تلقوش ب 50 60 مليون يورو ما تلقوش ب 50 60 مليون يورو مدافع بحال هذاك. عرفتي علاش دابا انت تمشي عند الانتر تقول له 50 60 مليون هذا المشكل هو المنافسه بالدوري الانجليزي تجي ليفربول تحط فيه 100 50 60 هما الدوري الانجليزي حطوا فيه ما قلتي حط 100 وهو مغمض. دابا غير السوق دابا في الدوري الانجليزي طالع دابا مثلا الدوري الانجليزي هو الدوري الانجليزي لعب باش كيمشي من فرقه لفرقه لان الفرق حتى هما عندهم الفلوس ما كتبغيش تلقوا. دابا مثلا ايجي
يجي مشى ب 65 مليون باوند، صافي 75 مليون يورو. يجي لاعب زوين، ولكن ماشي داك اللعاب طوب باش يمشي بداك الثمن كله. كايسيدو اصاحبي فاش مشى من برايتون مشى ب 120 مليون يورو. دابا مانشستر يونايتد باغا باليبا كان غير شنو سميتو بديل ديال كايسيدو في الاخر، باغيه فيه 110 مليون يورو. الدوري الانجليزي ولكن كاين الفلوس الفراقي كلهم كيستافدوا. نضيم هو اللي وصلوا الصراحه لهاد البلان. وما تيهضروا حتى السيستم. ديك المره كنتفرج في واحد البودكاست كيهضروا السيستم ديال بريطانيا، سيستم سوسيالي بوليتيك ديال بريطانيا اون جينيرال قايم على السوق الحر. مفتوح شويه لا السوق الحر كتفكير هي راه نورمالمون بحال اسبانيا. الا جيتي السيستم دابا شكون اللي شاد اسبانيا بوليتيكمون اشتراكيين، فبالتالي حتى القوانين اللي كتطبق في لا ليغا مع القوانين اللي كتطبق في الاخر، القوانين اللي كتطبق في البريمير ليغ كتعطي المجال الاستثمار بزاف ديال انا دابا غير صعيب انك تجي تشري فرقه في الدوري الاسباني لان تيقول لك الفرقه راه ديال الشعب. فهمتي الفراقي راه ديال الشعب، خلي لا صعيب تجي دير حتى الاستثمار في الدوري الاسباني كيصعبوا عليك لانهم هما راه كيقولوا سيستم سوسياليست صافي دير فرقه اجتماعيه ان الفراقي خصهم يكونوا حنا اش دايرين هاد الكره دايرينها للناس للشعب. واخا هي كاين الاستثمار كاين بزاف د الحوايج هادشي اللي باغي يخرج منه بيريز ولا بورتا يخليو يفتحوا لهم هذا المجال، ولكن مع الاسف لحد الان ما تيباص الاتحاد الاسباني اللي هو تا هو راه تابع للاخر الدوله الجفرمنت عاجبها هذا النوع ديال الاستثمار. هادشي علاش كتلقى في الدوري الاسباني اش كيدير الاغلبيه كتلقاهم كيطلعوا لعابه وداك الشيء. الدوري الانجليزي باش خدام راه الانجليز براسها كسيستم باش خدامها بالهنود وبالناس اللي جايين من برا. صافي حتى السيستم بوليتيك تياثر على الكره كيفاش كدير كيفاش كتكون في الاخر. ومنين جبتي الدوري الانجليزي اخي مراكشي واش بان لك فيه؟ السيتي ربحات وخسرات ماتش، يعني غوارديولا ديجا طيح 3 نقاط اللي في السنوات الاخيره راك معروف هذيك 3 نقاط دابا في الدوري الانجليزي ديك توب 4 كطيحهم كيتحسبوا عليك. ليفربول عندها فرقه واعره وشرات لعابه. ارتيتا مع ارسنال خليت يبان لي ارتيتا ما عرف ماشي كيبان لي انا المشكل ديال ارسنال هي ارتيتا داير فرقه زوينه لعب زوين كذا، ولكن انت خسرتي قريبه 800 مليون باوند نهار جا ارتيتا بوحده. وتلاقاب اصاحبي راه صعيبه بزاف. وشنو سميتو تشيلسي طالع فرقه زوينه عندها الشباب عندها داك مدرب طالياني زوين. وشنو كيبان لك اخي مراكشي؟ واش ليفربول غتحافظ على اللقب؟ ارتيتا واش غيديها؟ والسيتي واش انا تنشوف السيتي هذا العام ما غاديش دي ما غاديش ديها التوب 4 غتكون، ولكن باش ديها انا شخصيا غنكون انا مصدوم ما عرف. من الماتش البارح ديال توتنهام غوارديولا فوقيتو الماتش هذا محسوم كيربحوا غوارديولا. واش بالك اخي مراكش؟ الصراحه واخا حنا الناس ديال لا ليغا وديال البارسا والريال، ولكن داك الدوري الصراحه فرض راسو. ما بقيناش بصراحه نقدو ندوزو داك السبت ولا حد بلا ما نتفرجوا في شي ماتش ولا جوج ولا ثلاثه كاع. فهمتي القوه ديال الدوري الانجليزي هو انا اي ماتش جيتي شعلتي التلفازه وتفرجتي فيه الصراحه غتفرج غتشوف كره. ماشي بحال دابا لا ليغا من قبل والله لا ليغا من قبل انا نعقل في البدايه ديال 2000 والاخر كدير والله الا دير تشعل التلفازه تلقى اسبانيول وديبورتيفو لا كورونيا بادي كتفرج في ماتش زوين ديال الكره. صراحه تراجعت بزاف لا ليغا وحتى الدوري الايطالي تراجعوا بزاف الدوري الانجليزي. المنافسه في الدوري الانجليزي صراحه المنافسه في الدوري الانجليزي كتبقى شي واخا كانت واحد السيطره محليه للسيتي 6 سنين الاخرى، ولكن واخا كديها كل عام كديرها معاناه. كاينه منافسه. العام اللي فات كانت منافسه بصراحه شي شويه مضاعضه من السيتي رجعت للور والارسنال حتى هي ما بقاتش قاده تواكب. ليفربول خرجت لهم من الجنب واخا كلشي كان كيقول ليفربول مور كلوب غتاكل الدق وتا هي غتراجع شويه للور. سبحان الله جات مع واخا بلا صفقه بلا جوج بلا والو مع سلوت وداك سيستيم دو جو اللي داروا سلوت ومع التالق ديال اللعابه بحال اللي ما كنتش معول انهم يتالقوا بحال غرافنبرش بحال صلاح براسو عاوتاني طلع النيفو في مره وداك الشيء. اللعابه ديال فان دايك ديفونس فوالا سميتو اليسون سميتو المدافع الاخر اللي بغاتو الريال الطربه
مشات ليا سميتو سميتو الانجليزي الفرنساوي، مشات ليا حتى هو تبارك الله، دار سيزون زوين، كان كيغطي على كان العام اللي فات راه هو كان كيغطي على الاخطاء كاملين اللي كان كيديرهم ارنولد، كان يديرهم ارنولد. بالنسبه لي انا الدوري الانجليزي لحد الان تنشوف صراحه المرشح الاول للدوري الانجليزي كنشوف هو الارسنال زعما صراحه. كنشوف هو انا بالنسبه لي كيبان لي الارسنال هذا العام هي المرشح الاول. علاش؟ ماشي لان الارسنال هي المرشحه، انا راه متفق معاك لان منطقيا لوجيكمون واحد العام راه اكثر من 200 مليون باوند اللي خسر، شرا تسعود جاب زوباميندي وجاب احتياط في الدفاع، يعني الفرقه الاولى احتياط في الدفاع. ودابا زاد كان عنده مشكل ديال اوديغارد النيفو ديالو كيطيح، جاب هذا ايزي زويون كصانع لعب، و ميم طون تيلعب حتى في الجهه اللي عنده فيها مشكل ما عنده فيها تلعب. كان فيها هذاك الدرداك ديال سميتو ديال داك برازيلي، لا مارتينيلي، لا مارتينيلي واخا كيبقى مارتينيلي غير كيجري ينقل لك الهجمه ولا شي حاجه، ما يماركي خصك تلعب لي ماركي. زعما صافي دير اللعاب ممكن بوليفالون، تلعبوا في بزاف ديال لي بوست، تلعبوا الاخر تلعبوا ليه. كنشوف ارسنال صراحه كنشوف الارسنال، ماشي كنشوف الارسنال لان الارسنال هي الاقوى، ولكن كنشوف الارسنال لان فريمون لوجيكمون الارسنال هي اللي خصها دير هذا العام. اول حاجه التراجع ديال السيتي كما قلتيه، السيتي اللي هي البوعو ديال الدوري الانجليزي في هاد الخمس سنين 6 سنين الاخرى مع غوارديولا، باينه خصها بزاف ديال الوقت باش تلقى راسها. دابا غوارديولا حتى هو فهمتي، غوارديولا شاف ان داك اللعب الموضوعي اللي هضرنا عليه ديال الونسو ما بقاش مسلك، ان التحولات كيقضيو عليه الفرق. حتى الماتش اللي فات راه نفس البلان، ان التحولات قضاو عليه الفراقي بالتحولات، وهذا انه باقي خصو بزاف ديال الوقت باش يواكب هذا التطور ديال الكره اللي كاين في الدوري الانجليزي. ليفربول ما عمر شي فرقه كدير تيلمون دو شونجمون في شي ميركاتو معين وتتوقع منها في داك السيزون بالذات انها دير واحد السيزون واو. وليفربول والاداره ديال ليفربول كونسيونط بهذه المساله، صافي دير انني ديت البريمير ليغ، صافي دير غيسكت عليا الجمهور ديالي، انني الجمهور ديما كان كينتقدني على انني ما كنديرش بزاف ديال الصفقات في العهد ديال الكلوب، انني درت لهم صفقات وجبت لعابه اللي غنبني بهم المستقبل. هاد السيزون هذا الا ركزات مثلا دات شي كاس من دوك الكؤوس سواء الرابطه سواء الاتحاد، دفعات في الشامبيونز ليغ. الشامبيونز ليغ راه كتبقى كتبقى بطوله ديال التفاصيل صغيره، وراه فهمتي راه باريس سان جيرمان العام اللي فات شنو التفصيله اللي لعبت، لانها كانت حتى لواحد الوقيته غتخرج من الدور الاول في الشامبيونز ليغ، حتى واحد الوقيته لقيناها في الفينال، حتى واحد الوقيته في الدور الثاني تقلبات لقيناها في الفينال. فبالتالي انني ما نجي الادوار الجديه تقدر تكون الفرقه نكون خسرت بزاف ديال النقاط في البريمير ليغ، هربوا عليا فراقي ربما ممكن نتوقع ان ليفربول غتخسر من خلال الماتش ديال بورنموث. بان لي ليفربول غتخسر نقاط في الدور الاول ديال في البريمير ليغ، كتبان لي والله اعلم. ما تجي تيوصل الدوزيام بارتي ديال السيزون تقدر تكون دارت فرقه اللي دي بها الشامبيونز ليغ، واخا هكا كان ليفربول كتبان لي ربما تقدر تكون مرشحه للشامبيونز ليغ من بعد. راه العام اللي فات راه بيلانتيات هي باش خرجت. الفراقي الاخرين صراحه المنافسه كتبان لي كتبقى ثلاثيه صراحه ما نكذبش عليك. تشيلسي فرقه لربما في كؤوس، تشيلسي اصلا فرقه في الكؤوس كانت ديما واعره، راه ما تبنيش داك الاداء ديالها اللي دارته في كاس العالم للانديه على داك الشيء اللي غيطرا في السيزون. لا بحال باريس سان جيرمان في الشامبيونز ليغ غتخلق مشاكل للفراقي. شي اي فرقه طيح مع تشيلسي والله العلي العظيم لا غيكون عندها صوله ربما تربح الفراقي احسن من في الي وروتور تخلق مشاكل وتقدر تربح فراقي احسن منها في النيفو. في البريمير ليغ انت شي ماتش الاولاني ضد كريستال بالاس كلشي خصو كيقول انها خصها تربح، كريستال بالاس راك شتي دات اول لقبين بالنسبه لي هذا العام، هذه فرقه زويونه مع كلاسنر. فبالتالي كنشوف انا المنافسه غتبقى ثلاثيه في الاخر. الثلاثي الاولاني اللي كنرشحو غيكون ارسنال، موراه ليفربول، والثالث مانشستر سيتي، ولا ربما الثالث تقدر تكون تشيلسي تقدر الثالث توتنهام. اخويا انا صراحه توتنهام كفرقه ما عمري كما تنقولوا ما عمري تنراهن عليها الصراحه. مدرب عندهم زوين صراحه توماس فرانك، شفنا الاداء اللي داروا لا قدام باريس سان جيرمان لا قدام السيتي، صراحه اداء زوين. والماتش الاولاني ديالهم حتى هو داروا ماتش زوين ضد وولفرهامبتون، فرقه لعبت ضد وولفرهامبتون وقيله في الماتش الاولاني كانوا صفر فرق الا لعبوا ضد السيتي حاجه سهله. السيتي اه
فتينا السيتي لعبوا لا ولفرهامبتون لعبت ضدها السيتي في الماتش الاولاني 4-0 فتينا السيتي البارح بارح في تيران السيتي صراحه 2-0 و2-0 وماشي ما رجعتش اللور ولا شي حاجه، ما بغاتش دير نفس الخطا اللي دارته ضد باريس سان جيرمان، رجعت اللور وتمارك على ديك جوج بيوت. صراحه انا كتبان لي هي اللي كانت تستحق دي السوبر الاوروبي. فبالتالي كيبان لي المنافسه كتبقى بحال هكا، وكيبان لي الفرق كلهم يضيعوا بزاف ديال لي بوين، منافسه صعيبه. انا شخصيا لوجيكمون انا ما كنقولكش ارسنال غدير، لان ارسنال لوجيكمون وداك وارتيتا عنده واحد الحاجه ما عندش الفرق الاخرين، انها كدي دي بوين بالخبط الكره. صافي مثلا الماتش ديال مان يونايتد صافي غنطلع غندير كره ثابته غنماركي وغنرجع نعصر اللور. كي في شويه ديال البراغماتيزم وفضل وفضل انك كتخسر الفرق كلهم ما يخسروا بزاف ديال لي بوين. كيبان لي انا شي ندير داك المثال ديال دبيكس، اكثر فرقه ما غتخسرش بزاف ديال ماشي اكثر فرقه غتربح لي بوين في الدوري الانجليزي، اكثر فرقه ما غتخسرش لي بوين بزاف في التوب فور كتبان لي هي الارسنال. كنرشح على الارسنال شورتو ان الارسنال عندها واحد الاخر، ان الارسنال في اخر 6 سنين ولا اخر 5 سنين هي اكثر فرقه خدات نقاط ضد التوب 6، وهذوك هما الماتشات اللي غيحدوا حامل اللقب. في الماتش شي الماتشات ضد التوب 6 الارسنال كتحس بها سوليد قاصحه، فهمتي؟ تقدر تضيع دي بوين، تعادل مثلا مع ما نعرف ليستر سيتي ولا ليستر سيتي مسات، تعادل مع ليدز يونايتد مثلا، واخا البارح ضربتها 5-0، ولكن في الماتشات ضد التوب 6 والفرق اللي غيكونوا منافسين لها مباشرين غتجيب منهم دي بوين، سواء نقطه سواء 3 نقاط. فبالتالي انا كيبان لي هذا العام صراحه خصو يكون ديال الارسنال. هذا العام البريمير ليغ خصو يكون ديال الارسنال، وانا تنرشح بيرسونيلمون تنرشح الارسنال هي ديال البريمير ليغ هذا العام. انا والله انا باغي ارسنال تعاطفا ولوجيكمون، ماشي زعما انا ما قلت غير تعاطفا، ولكن المنطقي ان الارسنال هذا العام هي اللي غدي البريمير ليغ. ياك اخي مراكش ايوا انا باغي ارسنال ديها صراحه، باغيها ولا ما داهاش ارتيتا هذا العام اللي نفرض ما داهاش انا تنقول غيجريو عليه. لا صراحه ما صراحه المشروع ما غادي لتا المشروع صافي وصل شو يقول لي ددند صافي، ما بقى عنده حتى شي معنى. خصو يجيب شي مدرب اللي يطلق اللعابه. ايوا اخي مراكشي كانت جلسه رائعه، دازت بالزربه دردشه كرويه، جلسه كرويه. نشوفكم ان شاء الله في شي فيديو اخر. شكرا مراكشي، نهار كبير هذا. الى بغاونا الناس مرحبا في اي وقت. خليوا لنا في الكومونتير وقولوا لنا الا بغيتوا المره الجايه ان شاء الله نعيط لمراكشي ونهضروا على الماتشات والتحليل وكذا واللاعبات واللايف وكل شيء. نشوفكم ان شاء الله، بسلام عليكم.